كتاب مصر المزاري تعمل كتابها النهارده واحنا جايين ونشوف الدنيا. ما عندهمش الصبر اللي عندنا، عندهم صبر في شغلهم لكن ما عندهمش صبر في التعامل مع الاخرين. عايزين الحسن، بيميلوا للحسن في صفات زي اي وظيفه، لكن هي دي وظيفه لقيته بقى يعني ولا له علاقه بالعسكريه، لكنه مجال حق الاعلام واكثر الاماكن حساسيه في اطار الخطاب ومحتاج جهد. الحمد لله منور الدنيا. انا نفسي لما جيت طلعت على الشاشه هو كان قاعد شايفنا، شوف كل القنوات من تحت، يعني كان متابع هو كل الشبكات كانوا عاملين تحت، وعمر ما في لا وزير ولا رئيس اتحاد اذاعه التلفزيون قاعد في ده ولا استقبلنا في يوم من الايام ولا يعرف عننا حاجه اصلا. يعني كل واحد متمركز في مكتبه، عشان كده لازم السكن وهدى الاهواء وفك الاحتقان اللي كان موجود. يعني احنا من الناس اللي كونا الثوره، انا الناس حكيت يعني احنا التلفزيون كان عضو مجلس الشعب. انا على 28 شكلنا يعني شوف الشباب كده عرفوا الثوره وقفنا قدام التلفزيون وقلنا لهم لو هيقرب من التلفزيون مش هيحصلوا ضغط. مشيت فيهم وخوفتهم مشوا على الكورنيش وحرقوا ركاتي. حتى صور وسجل. يبقى لو طارق حتى دلوقتي ولا كان في حواجز وكان الازاز موجود، واسهل حاجه 5 6 طوبات ينطلقوا على الازاز يوصلوا التلفزيون، واسهل حاجه يدخلوا، واسهل حاجه كانوا يحرقوا. وده ما حصلش برضه من ايه؟ من وعي الناس وعي. في ناس مجرمه في الثورات في الحركات الاجتماعيه، ده طبيعي يعني وهكذا. فانا قلت شاهد حقك يعني ممكن صوت الحياه. التوفيق برضه لسه بيك ازيك؟ وحشتني. ما قدرتش اتقابل معاه في الوادي الجديد، وانا بحب الوادي الجديد اساسا يعني. فالنهارده ندوه ذو طبيعه خاصه على خلفيه الاستاذه سهام الزاهري وكتابها الجميل. اتفضلي يا استاذ سهام. عندك 5 دقايق؟ لا عايزين لا خالص، هم هنا يعني لنا المجال يعني. طبعا كل الشكر للدكتور جمال زهران، هذا العالم الجميل والشخصيه الراقيه المحترمه على استضافه. معلش اللي قاله الدكتور جمال ده قاله لي مصطفى الفقي وانا ما كنتش واخد بالي ان هو قال لي انا قلت لهم على الباب بس كان باب مكتبي. الدكتور مصطفى قال لي انا قلت هيقول له مش موجود، ففوجئت انك بتقابلني في نص الوقت. انا مش فاكر. انا في نعم عليه وزير. لا جاي بس عشان ما احضرش كلمتك. انا هنتظر. اتفضلي. طبعا كل الشكر للدكتور جمال زهران رئيس لجنة التنمية الثقافية المستدامة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وطبعا كل الشكر لسيادة اللواء أحمد فهمي نائب رئيس اللجنة، وكل الشكر للدكتورة هبة عبد العزيز الصحفية الراقية عضو اللجنة والمنسق الإعلامي للجنة، وكل الشكر للأستاذ محمد رمضان عضو اللجنة والأستاذ محمد رجب عضو اللجنة. هذه اللجنة الراقية بها أعضاء في منتهى الرقي والثقافة والجمال، بقدم لهم الشكر وعلى استضافتهم لي ولكتابي عروس الصحراء. وكان لابد أن أقول أولا أن الشكر الكبير إلى رئيس النقابة الأستاذ الدكتور علاء عبد الهادي في التحية لهذا الراقي الجميل. حيوا معي هذا الراقي في هذا المكان المتميز، صرح كبير وصرح ثقافي متميز، كل يوم ندوات وكل يوم فعاليات ومنتديات راقية ومتميزة. بيت الثقافة العربية اتحاد كتاب مصر. طبعا الكل أحبابي والكل في قلبي، وسعيدة طبعا بتواجد حضراتكم
يعني تحملكم مشقة التواجد معي في هذا اليوم. ويعني أنا اسمي سهام الزعيري، دكتوراه في العلوم الإنسانية، ودرست القانون، وزوجة هذا العظيم سيادة اللواء علاء فكري. وفي الحقيقة لماذا الوادي الجديد؟ أنا زي أي ست مصرية اتخرجت واتجوزت وأنجبت، وكنت عايشة في البيت ست بيت عادية خالص. والحقيقة لما جت تجربة إن اللواء علاء هيسيبنا، هو وقتها كان لسه عقيد، هيسيبنا ويسافر، ففي الحقيقة أنا يعني زي اتخبط على دماغه كده، أنا اللي بخاف من الضلمة، أنا اللي بخاف أقعد لوحدي إزاي، والولاد، وأنا في بيت عيلة وكل حاجة، بس الموضوع صعب. قدرا لقيتني بقول أنا لازم أسافر معاك. إزاي؟ ده شغلي، ده لازم أسافر معاك، مش نافع. طبعا كان في اعتراضات منه من الأسرة، ولكن بعد مناقشات عديدة، والحقيقة أنا طبيعة شخصيتي أنا مش بصر على حاجة، ولكن في هذه المرة قدرا أصريت، وكان قرار مني إني عايزة أسافر. سبحان الله، يعني هو قدر. والحقيقة يعني أنا سافرت واتغيرت، بقيت حد تاني، والبلد اكتسبت منها حاجات كتير قوي، الصحراء والجبال والتاريخ والهدوء والراحة النفسية والناس الطيبة، التعاملات الهادية، الرقي في التعامل. وأنا عايزة أقول لحضراتكم إن مفيش جرايم هناك، الجرايم تكاد تكون صفر. الحقيقة الجو هناك برغم درجة الحرارة الشديدة جدا جدا، ولكن الجو جاف وصحي والجو لطيف. إذا اتكلمت عن المكان وعن الزمان وعن المواطن في الوادي الجديد، هقول إن كل شيء خلاه بالجمال وشديد الجمال. طبعا من البداية أنا شاعرة وأكتب خواطر الشعر، ويمكن علشان فيها صفة من صفات الإبداع اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبنا جميعا كمبدعين هذه الصفة، نتذوق الجمال ونتذوق الأماكن ومواطن الجمال في الأشخاص وفي الأماكن. ففي الحقيقة مجرد ما ذهبنا تطبيقا مع كلام معالي الوزير، كان استقبال ملكي، استقبال رائع، شعب بترحاب رحوب وكريم. والحقيقة واحنا بنسيب البلد فعلا مفيش وداع. والغريبة ان احنا فعلا ولا بيتعمل تكريم للشخصية اللي هي كانت موجودة معاهم، ولا الكلام اللي بيحصل عندنا في أماكن العمل عندنا في القاهرة أو في الجيزة أو يمكن في محافظة أخرى. طبعا أنا سعدت بالمكان وبعشرتي مع الناس هناك، وفكرت أعمل كتاب عن محافظة الوادي الجديد، لأني وأنا رايحة المحافظة اللواء علاء قال لي جملة، قال لي أنت هتروحي هناك هتلاقي خيمة، هتلاقي جمل، هتلاقي معزة، هتروحي تعملي إيه يا متدلعة يا بنت الناس. قلت له هروح، ويعني اللي هيبقى عليك هيبقى علينا، خاصة إن إحنا كنا داخلين على شهر رمضان، يعني أول رحلة كانت شهر رمضان. ففي الحقيقة رحنا، وأول ما رحنا استراحات الشرطة ما كانتش أحلى حاجة في الدنيا، وما كانش فيها أي حاجة. في الحقيقة هو نزلنا فندق أنا والولاد، وهو يعني عملها لنا مكان محترم نقدر، يعني معلش هي الأماكن برضو النائية والأماكن العسكرية ما بتبقاش كاستراحات، طبعا السادة الضباط عارفين، ما بتبقاش أماكن للمعيشة.
الحقيقه في خلال شهر المكان بقى يعني شبه رائع جدا، وقدرنا ان احنا نعيش قريب ل3 سنوات، يعني تقريبا 3 سنوات ونص هناك. وانا لما قلت له فكره اني عايزه اعمل كتاب، لاني وانا جايه ما كنتش اعرف اي حاجه عن المحافظه غير ان هي صحراء شاسعه في غرب مصر، وانت قلت لي ان هي ما فيهاش